في الفيديو ده هتعرف على كل الابديتس اللي حصلت على برنامج ادوبي فوتوشوب 2024. ابديتس جامده جدا، عارف متاخر شويه في الفيديو بس مش مشكله، خلينا نبدا على طول نتعرف على كل الابديتس. طبعا اهم حاجه يكون عامل ابديت لاخر نسخه على الفوتوشوب اللي هو 2024 باستخدام الادوبي كرييتيف كلاود، على طول هو بيعمل لك ابديت. واول ابديت معانا خاص بالتاسك بار الجديد اللي محطوط دايما في الصوره. قبل كده لما تيجي تعمل اي حاجه على الصوره بتاعتك، لو رحنا مثلا عملنا كده بيظهر لك التاسك بار على طول في نص الصوره، ودي الصراحه كانت حاجه مزعجه جدا. الفكره هنا بقى انت ممكن تعمل له بن او تثبته في مكان معين يبقى ثابت على طول اول ما تفتح الفوتوشوب. بتروح عند ثلاث نقط دول وتدوس عليهم، عندك هايد بار ان انت تخفي البار اصلا، وريسيت بار بوزيشن ان انت تعمل له ريسيت للوضع اللي كان عامله برنامج فوتوشوب، واخر حاجه بن بار بوزيشن ان انت تعمل له بن في مكان معين. هنختار بن بار بوزيشن وهمسكه من هنا واحركه، مثلا هقول له ان انا دايما البار عندي يبقى في المكان ده ما يتحركش خالص. الصراحه الاول دي كانت حاجه مزعجه جدا، على طول البار في نص الصوره، ودي حاجه احسن طبعا دلوقتي ان هم عملوها. تاني فيتشر معانا احنا جربناها قبل كده وهي الجنريتيف فيل، كانت موجوده في النسخه البيتا اللي قبل كده وعملنا عليها فيديو، بس حاليا الجنريتيف فيل بقى حاجه اساسيه في برنامج الفوتوشوب. فتعالوا نراجع عليه سريعا كده ونشوف الجنريتيف فيل ده ممكن يعمل لنا ايه في الصوره. خلينا عارفين ان الجنريتيف فيل هي تول خاصه بالذكاء الاصطناعي، انت بتدي له برومت او كلام او شويه ادوات تساعده انه يطلع لك الحاجه اللي انت عايزها. اول حاجه في الجنريتيف فيل اللي هنجربها هي فكره الاكسباند، ان هو يكبر لي الصوره او يعمل لي اكسباند ليها بدون ما ادخل له اي بيانات، حاجه عامله زي الكونتنت اوير فيل كده. في الاول هاخد الصوره دي وهكبرها كده، اعمل لها ستريتش، واروح فوق عند كلمه فيل هدوس عليها اقول له جنريتيف اكسباند. بعد كده تحت مش هكتب له اي حاجه في المكان بتاع البرومت، وهقول له جنريت. من الحاجات اللي انت هتلاحظها برضو ان هو بدا يحط لك تيبس وتريكس في كل مره بتعمل حاجه جنريتيف فيل، بحيث ان انت تطور شويه من اسلوبك في الجنريت. زي ما انت شايف هو عمل لي اكسباند للصوره بتاعتي واداني ثلاث اختيارات، ادي اول اختيار، تاني اختيار، ثالث اختيار، ولو مش عاجبني بدوس جنريت تاني يقدر يعمل لي 3 اوبشنز تانيين. ده اوبشن تاني وده كمان اوبشن، وانا شايف ان ده احسن واحد. طب ايه تاني ممكن نستخدمه في الجنريتيف فيل؟ ان انا ممكن اضيف حاجه جوه الصوره بتاعتي. فرضا احنا في صحراء هنا، هروح عند سيلكشن تول، اي اداه سيلكشن، هعمل سيلكت مثلا على المنطقه دي، ادوس جنريتيف فيل، هقول له انا عايز تحط لي في المنطقه دي الديزرت تري او الاشجار بتاعه الصحراء، هكتب هنا ديزرت تريز، بعد كده ادوس جنريت. زي ما انتم ملاحظين ان التب بتتغير كل ما تعمل جنريت، فتاكد ان انت تقرا التب دي عشان تتعلم ازاي تعمل جنريت اسرع واحسن وبطريقه احترافيه اكتر. دي النتيجه الاولانيه اللي طلعت معايا، وفي نتيجه تانية وفي نتيجه ثالثه. انا شايف الثلاثه الصراحه حلوين، ولكن انا شايف ان دي واقعيه اكتر. تعالوا مثلا نكريت حاجه تانية، ان انا هعمل سيلكت على المنطقه دي كده، وهقول له ان انا عايز احط هنا مثلا ديزرت ووتر ليك. ديزرت ووتر ليك يعني بحيره مياه في الصحراء. ادوس جنريت. زي ما انت شايف برضو ده اول اوبشن، ده تاني اوبشن، ده تالت اوبشن. انا شايف ان ده اكتر اوبشن واقعي في الصوره دي، فهسيبها زي ما هي. برضو للتنويه، فكره ان انت تعمل جنريت حاجه جوه الصوره بتاعتك مش بيكون الريزوليوشن بتاعها بنفس الريزوليوشن بتاع الصوره الاساسيه. انا قريت ان الريزوليوشن بتاع كل الصور اللي بتتعمل لها جنريت بيبقى مقاسها 1040 في 1040 بكسل، فبالتالي الريزوليوشن بتاع الصوره بتاعتك الاساسيه بتكون اعلى بكتير من الحاجات اللي معمول لها جنريت في الصوره بتاعتك. لو عملنا زوم مثلا هنا 100% هتلاقي ان الصوره هنا بتاعت الشخص شارب جدا، ولو رحنا هنا هتلاقي ان الصوره بتاعتك هنا فيدت شويه، والصوره الجديده برضو فيدت شويه. الريزوليوشن مش ضايع خالص، ولكن بيكون اقل بشكل بسيط، فيبقى خلي بالك وانت بتجنريت صور. طبعا برضو انت لو عندك صوره تقدر تشيل منها اي حاجه مجرد ما تعمل سيلكت عليها وتقول له جنريت او جنريتيف فيل، هو بيشيلها لك على طول. بس في تول جديده نزلت في برنامج فوتوشوب 2024 خاصه بان انا بريموف اي حاجه من الصوره بتاعتي، وكمان صايعه جدا. فخلينا نشوف الفيتشر اللي بعد كده. احنا عارفين واحنا بنشيل اي حاجه من الصوره بتاعتنا عندنا تو تولز مشهورين جدا، وهم الهيلينج براش والسبوت هيلينج تول. في تول جديده ظهرت اسمها ريموف تول، اسمها بس ريموف تول. كل اللي انت بتعمله ان انت بتحدد على المنطقه اللي انت عايز تشيلها من بره، مش بتحدد على الحاجه المعينه، بتحدد على المنطقه من بره. يعني مثلا الشخص ده انا مش عايزه في الصوره بتاعتي، كل اللي انا اعمله ان احدد على المنطقه كده من بره، وهو بيفل كل الحته اللي انا عايز اشيلها وبيشيلها بعد كده. بس زي ما انتم شايفين هو شالها لي بشكل احترافي جدا. التول دي انا جربتها قبل ما اعمل الفيديو، الصراحه خطيره، يعني هي بتديتكت حلو قوي. هنعمل كنترول زد عشان نرجع الراجل اللي راح ده عشان نشوف الفيتشر اللي بعد كده. الميزه اللي بعد كده خاصه بالجريدينت تول. الجريدينت دلوقتي بقى شكله شيك قوي. انا هعمل هنا لوك اب فلتر اللي هو اسمه مون لايت،
بحيث ان انا اخلي الدنيا ضلمه شويه. هقلل شويه الاوباسيتي، وبعد كده هجيب الجريدينت تول، هتاكد ان السلكت عندي في الابيض والاسود، وهتاكد ان الجريدينت عندي موجوده في الراديال جريدينت اللي هو دائري. لو دوست عليها عملت كده وحاولته يبقى سوفت لايت عشان يبقى باين يعني الشكل اللي قدامنا. ممكن بقى هنا الجديد في الجريدينت فكره التحكم بتاعه. ممكن ادوس على النقطه دي او اكبرها او اصغرها بحيث الفيذر بتاعي يتغير. ممكن ادوس على النقطه دي علشان اكبر واصغر الجريدينت نفسه. ممكن ادوس على النقطه دي عشان برضو اكبر واصغر بس بشكل معين، بلاين معين كده مثلا. وانا هكبر الفيذر ده كده وهخليها جايه هنا مثلا اهو. بيفور وافتر، بيفور وافتر كده، تحس ان في سبوت لايت بس موجود على البحيره، وبقيه الصوره او بقيه المكان كله ضلمه. نقطه كمان، لو انت عايز تغير او تضيف لون بتدوس على الت، بتحول لك السهم ده او الماوس لدروبر، وتروح تختار اللون اللي انت عايزه، مثلا اللون ده، بحيث يبقى الجريدينت ما بين ابيض واسود اتحول لما بين اسود واللون اللي انت اخترته اللي هو الازرق. بس كده دي كانت اخر فيتشر موجوده في برنامج فوتوشوب 2024 نزلت جديده. الصراحه التطورات بتحصل في برنامج فوتوشوب وبرامج ادوبي كلها بتبقى جامده جدا. حاول تبقى دايما سابق الموضوع ومركز في الحاجات دي كلها عشان تساعدك ان انت تنجز شغلك بشكل اسرع. بس كده اتمنى يكون الفيديو عجبك. لو عجبك الفيديو ما تنساش لايك الجامد، اعمل سبسكرايب للقناه لو انت مش عامل، سيب رايك في الكومنتات. اشوفك الفيديو الجاي، سلام.